اهلا بكم. منذ ايام انطلق الدوري الاعظم والاقوى والافضل على الاطلاق في قاره افريقيا وفي الشمال، هو الدوري المغربي لكره القدم، دوري الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. شابوه لفوز الاقجع وشابوه لكل من هو مسؤول عن الكره المغربيه وعن ملف الكره في المغرب الشقيق، والتطور الرهيب والكبير اللي حصلت له الكره المغربيه في الاونه الاخيره والمنتخب بلدها العظيم. عموما الإدارة هي توجيه مجموعة من الأشخاص نحو تحقيق هدف معين بفترة زمنية معينة ومحددة وبإمكانيات معينة ومحددة. شابوه تاني يا عم الأقجع. عموما التوجيه والرقابة والقيادة كل ده من عناصر الإدارة الرياضية بيطبقوها بحذافيرها. بدأ انتصار للجيش الملكي صاحب اللقب على شباب المحمدية 2-0 بنفس النتيجة، خسارة الوداد في أول جولة وخسارة أول 3 بونت أمام الفتح الرباطي، والرجاء فاز والسلمي فاز في ماتشين وأصبح 6 بونت على الصدارة. عموما ماتش وقمة مثيرة منذ البداية تجمع ما بين الرجاء والجيش الملكي، جوزيف زنباور الألماني صاحب ال 53 عام والتونسي نصر الدين نعبي. ماتش عظمة 5 مساء غدا بمشيئة الرحمن، 5 مساء بمشيئة الرحمن اليوم الرجاء يلاقي الجيش الملكي 7 مساء بتوقيت القاهرة. عموما مركب محمد الخامس ملعب الشرف، تحفة معمارية بكل ما تحمله الكلمة من معاني وتفاصيل. عموما الرجاء صورة لاعبين جديدة، صورة داخل الفريق وصورة في التشكيل. أما الجيش الملكي على العكس تماما، محافظ على معظم القوام بنسبة تفوق ال 90%. مفيش غير رضا سليم اللي راح للأهلي وآدم النفاسي، غير كده الجيش الملكي محافظ على القوام. ماتش حاسم للجيش الملكي عشان المباراة الأولى الحاسمة لنصر الدين النبي التونسي. الرجاء آخر 5 مواجهات مع الجيش الملكي انتصر 3، تعادل ماتشين بدون أي هزيمة على الإطلاق. بالنسبة لي أنا شخصيا لاعب الجولة الأولى في الكرة المغربية عمر العرجون. إيه ده؟ 100 تمريرة ومعظمها صحيحة للأمام وللتلت الأخير من ملعب الخصم وتمريرات طولية. شابوه عمر العرجون. عموما بالنسبة لي أنا شخصيا ما يميز فريق الرجاء دلوقتي، الرجاء ما عندوش لعيبة مميزة على الإطلاق من وجهة نظر الشخصية مع احترامي لكل عناصر فريق نادي الرجاء، ولكن عنده مدرب عظيم وقدير، مدرب عظيم بيعمل على خلق منظومة جديدة داخل الفريق، بيعمل على تصحيح الأخطاء، بيعمل على معالجة قصور الأدوات. مش كده كمان، ده بيطبق تكتيك الراجل الثالث اللي بيتيح ليك لاعب حر، بيسمح لك ان انت بيعدد ليك خيارات تمرير وبيسهل لك خيارات التمرير. عظمة، مدرب شابوه بأمانة، شابوه ليك يا جوزيف يا زنباور، مدرب عظيم وقدير، وان شاء الله بمشيئة الرحمن يعمل موسم خرافي مع الرجاء. عموما النهارده كانت قرعة الدوري السوبر الافريقي، اسفرت عن مواجهة الاهلي المصري حامل لقب دوري ابطال افريقيا امام سيمبا التنزاني، وانيامبا النيجيري هيلاقي الوداد، ومازيمبي امام الترجي الرياضي التونسي، بيترو اتلتيكو في مواجهه سان داونز. وهنا نتكلم شويه صغننين خالص على الاخر عن بيترو اتلتيكو. الاتحاد الانجولي اوقف بيترو اتلتيكو لشبهات فساد، وبالتالي الكاف اوقف بيترو اتلتيكو عن المشاركه في اللقب لحد اللحظه اللي احنا فيها، وبيفاضل بين 2، الرجاء او الزمالك. الرجاء تقدم بطلب رسمي طبقا لتصنيفه ان هو لازم يشارك في البطوله، وهنشوف الساعات الجايه. الكاف اكد ان في ظل عدم مشاركه بيترو اتلتيكو رسميا هيكون احنا موفرين البديل بنسبه 100% وخلاص حاطين ايدنا على البديل. عموما هننتظر في الساعات الجايه بمشيئه الرحمن ونشوف ايه اللي يحصل في القضيه دي، مهمه للغايه. الرجاء بيتقدم بطلب رسمي والزمالك بيتمسك بالامل. شابوه للكره المغربيه بمشيئه الرحمن، التوفيق للاهلي في دوري السوبر والتوفيق لكل الفرق العربيه سواء الترجي او الوداد او الرجاء. دمتم في امان الله.